تخيل تبقى ساكن في قرية هادية وفجأة تكتشف إن جارك اللي بتسلم عليه كل يوم مش بس مجرم، ده سفاح بيقدم البشر قرابين عشان يطلع آثار. في البداية صلى على النبي واعمل لايك وتابعني. اللي حصل في قرية أريمون بالبحيرة أبشع من أي فيلم رعب ممكن تتخيل. الضحية عبد الله شاب بسيط وطيب، جاره مصطفى جزر أمين شرطة مرفوض وصاحب سوابق تقيلة، حاول يجره معاه في شغل وسخ، مخدرات وأسلحة تتوصل للقاهرة، لكن عبد الله رفض وقال لأ. ومن هنا بدأت الكارثة. مصطفى خاف عبد الله يفضحه فابتدى يهدده ويزن عليه يجي بيته بحجة موضوع مهم. عبد الله صدق ومشي برجليه للكمين اللي كان مستنيه هناك. جوه البيت السيناريو كان جحيم. مصطفى ومعاه عيلته كاملة، بنته وشغالة طبيبة تحاليل جابت له مادة مخدرة شلت حركته، ابنه ضربه بماسورة حديد في دماغه، ومراته والعيال قاموا عليه لحد ما كتموا أنفاسه. عبد الله مات وسط صرخات مكتومة وهو مش فاهم ازاي جيرانه اللي كان بيأمن لهم بقوا وحوش في هيئة بشر. والصدمة الأكبر ليه عملوا كده؟ التحقيقات قالت إن الهدف كان تقديم عبد الله كقربان عشان يطلعوا آثار مدفونة. القضية دي فتحت أبواب رعب في عقول الناس. هل لسه في ناس بتصدق إن الدم مفتاح للكنوز؟ والسؤال بقى، لو كنت مكان عبد الله وواحد زي مصطفى حاول يجرك في السكة دي كنت هتعمل إيه؟ سيب رأيك في الكومنتات واعمل لايك وفولو علشان لسه عندنا قصص أبشع من الخيال.